في ليلة جميلة من ليالي رمضان، انتصار تاريخي للمارد الأحمر على سيمبا التنزاني وسط جمهوره وتحقيق رقم قياسي غائب عن القلعة الحمراء من 2017. النادي الأهلي يزيق نادي سيمبا التنزاني مرارة الخسارة على ملعبه وسط جمهوره بنتيجة 1-0، ويوقف سلسلة انتصاراته في دوري الأبطال بهدف أحمد نبيل كوكا يعبر بالنادي الأهلي ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكالعادة يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، 49 مباراة للنادي الأهلي، انتصار خارج الديار ليقترب من معادلة نادي مين والتعادل مع نادي الترجي التونسي اللي عنده 50 لقاء خارج الديار، والكاف يشيد بأداء كوكا وشوبير. وحين الحديث عن تألق مصطفى شوبير في مباراة سيمبا التنزاني، سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال، بعد انتقاد مصطفى شوبير في مباراة البنك الأهلي وتحميله مسؤولية خسارة النادي الأهلي في مباراة الدوري، مصطفى شوبير ويعود ويتألق، وكمان شباكه نظيفة في دوري الأبطال حتى الآن، أيقونة نجاح نتمنى استكمالها، وإن شاء الله ينضم لمنتخب مصر ويكون حارس مصر الأول. وقبل الحديث عن تصريحات ما بعد اللقاء، أحب أفكركم بتصريحات مدير النادي وتحديدا المدير الفني الخاص بنادي سيمبا التنزاني قبل اللقاء. قال لك النادي الأهلي الاثنين أجمعوا النادي الأهلي عقبة بسيطة كده وهنخلص عليها في تنزانيا وهنصعد لقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. أحب أقول لكم إن عندكم عقبة كبيرة قوي هتواجهوها في استاد القاهرة إن شاء الله يوم الجمعة القادم. النادي الأهلي أولى التصريحات بتاعته هي تحديدا كولر وضح قال لك اللعيبة لابد أن لا تغتر باللقاء، ما يبقاش عندك غرور قوي جدا إن أنت فزت على سيمبا، لا إحنا لسه ما فزناش، حطينا قدم فاضل القدم الثانية. وعن التصريحات برضو اللي بتوضح انعكاس المدير الفني على لعيبته، حسين الشحات وضح وقال لك قال لك ان كان الطقس قوي جدا وكان الموضوع صعب جدا علينا في تنزانيا، ولكن عدينا العقبة دي، ولكن عندنا شوط ثاني في القاهرة، وده اللي بيعكس تصريحات المدير الفني وتأثيره في لعيبته. وعن تصريح طاهر محمد طاهر وضح التأهل في ايدينا في القاهرة وهدف مبكر يخلص الحدوتة بدري بدري. وعن تصريحات احمد نبيل كوكا عريس اللقاء وضح هدفي في مرمى سيمبا التنزاني هو هدف استثنائي، وتجربتي مع منتخب مصر هي تجربة رائعة وفادتني كتير جدا. وعن تصريحات الجميل امام عاشور بعد اللقاء وبعد فوز النادي الاهلي على سيمبا التنزاني وضح بالنص كده ان الاهلي بمن حضر. وحين الحديث محليا استاذ احمد دياب وضح ان مشكلة في البث هي تسببت في تأجيل الجولة ال17 من الدوري المصري، وان شاء الله الدوري هينتهي 10 اغسطس. واستكمالا لتصريحاته في حيث البحث عن جزئية تطوير الكرة المصرية وصناعة الكرة المصرية في مصر، وضح كمان ان الشكليات والاحداث والفعاليات ليها دور مهم جدا، وهي اولها هو تحديث درع الدوري المصري تحديدا. درع الدوري المصري تم عمل ديزاين ليه وشكل جديد ليه بيتم تصنيعه وهو في مرحله التصنيع في انجلترا عشان يليق بالكره المصريه ويبقى واجهه مشرفه للدوري المصري. وقبل الدخول بقى في تفاصيل الحلقه بتاعتنا النهارده، نتمنى فوز المارد الاحمر ان شاء الله على نادي سيمبا في مباراه الاياب يوم الجمعه القادمه على استاد القاهره الساعه 10. قبل ابتدي الحلقه بتاعتنا النهارده اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا بحيث ان يوصل صوتنا لاكبر عدد من المشاهدين، ويلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا. اهلا وسهلا بكل عشاق النادي الاهلي وعشاق قناه ابراهيم مش فايق. في بدايه الامر لازم اوضح لك مثال جميل جدا بيقول لك لكي تحدثني فحدد مصطلحاتك، بمعنى ما ينفعش تنتقد النادي الاهلي في عز انتصاره وخارج الديار في دار السلام في تنزانيا بنتيجه 1-0 وتقول ادى باداء هزيل، مفيش الكلام ده. انتصارات خارج الديار ملهاش معنى غير لعيبه رجاله وقفت بمعنى اصح ولعبت رجاله خارج الديار، فعشان كده فازت وانتصرت. النادي الاهلي بقاله فتره جدا ان ده انتصار تاريخي للنادي الاهلي انه ينجح، بقاله كتير من 2017 ما نجحش انه قدر يحقق انه ينتصر خارج الديار. عارف يعني ايه؟ يعني ده تطور للنادي الاهلي. النادي الاهلي لو جينا يعني عملنا تشكيل كده وبمعنى اصح قسمنا الجزء المتعلق باللقاء ووضحنا ايه الجوانب السلبيه وايه الجوانب الايجابيه، ابرز الجوانب السلبيه هم عنصرين تحديدا سلبيين. العنصر الاولاني هو عنصر المناخ والصيام، عنصر قوي جدا على اللعيبه بالاخص تحديدا اللعيبه الدوليين اللي راجعه من المنتخب. اللعيبه استنزفت واستهلكت ناتج الصيام وناتج المناخ وناتج الرطوبه اللي كانت عاليه جدا. تاني جانب سلبي هو تحديدا حجم يعني كميه الهجمات القويه جدا على النادي الاهلي، كانت 19 هجمه. ده معناه ان خط الوسط يعني خط الوسط بتاع النادي الاهلي ما قدرش يقف بصوره كامله اللي هي نسبه 100%، وكان في بعض ثغرات، فعشان كده كانوا بيروحوا على دفاع النادي الاهلي 19 هجمه على النادي الاهلي. دي العناصر السلبيه داخل اللقاء. اما بالنسبه بقى للجانب الايجابي هو 4 لعيبه داخل اللقاء كانوا اقوياء جدا وادائهم كان هايل جدا. ابرزهم علي معلول اللي كان يعني مستوى جميل جدا داخل اللقاء، احمد نبيل كوكا عريس اللقاء تحديدا، عمرو السوليه، واخر واحد هو مصطفى شوبير حامل عرين وهو الايقونه الايجابيه داخل جدران النادي الاهلي. تعال نتكلم على كل لعيب. عمرو السوليه لسه راجع من الاصابه ولعيب جميل جدا، حتى كابتن حسام حسن خاص بمنتخب مصر وضح وقال لك ايه؟ قال لك باب
المنتخب مفتوح قدامك وقدام طارق حامد. عنصر السن ما فيهوش مشكله وما فيهوش عائق، في اي وقت هتكون كويس هضمك للمنتخب. بصراحه عمل لقاء جيد جدا، وانا استغربت وكلنا استغربنا انه لعب 90 دقيقه. لو جينا اتنقلنا المرحله الثانيه، احمد نبيل كوكا تصريحاته بتدل على ان لعيب قوي جدا وادى اداء هايل جدا، وكان عريس اللقاء بالهدف. وضح قال لك ايه؟ قال لك هدفي في مرمى سيمبا التنزاني هدف استثنائي، وكمان تجربتي مع منتخب مصر هي تجربه قويه جدا. مستوى ان شاء الله هايل باذن الله ليك، وبندعو لوالدك بالمغفره ان شاء الله، ويكون في الفردوس الاعلى باذن الله، عشان انا عارف احساسك صعب جدا وانت متضايق الفتره اللي فاتت دي ومش قادر تفرح بانجازاتك، بس ان شاء الله ربنا هيعوضك باذن الله. ثالث لعيب معانا هو تحديدا علي معلول. علي معلول صاحب التصدي الهائل داخل اللقاء، ارقامه بتتكلم عنه، ارقامه قويه جدا داخل اللقاء، وكان مستواه متفجر. طبعا لو جينا اتنقلنا بقى للمرحله الثالثه، هو تحديدا مصطفى شوبير. امسك بقى معايا ورقه وقلم كده وتعالى اكلمك على انجازات مصطفى شوبير داخل اللقاء، وكمان بالاخص اخر 3 لقاءات في افريقيا مصطفى شوبير عمل فيهم ايه. اول لقاء اللي هو لقاء سيمبا التنزاني، مصطفى شوبير جه عليه 9 هجمات. 9 هجمات، متخيل على حارس بالحجم ده او شاب لسه في مقتبل العمر ان يقدر ان هو يتصدى لمجمل الكور اللي جت عليه، وان يجي على مرماه 19 هجمه، وان يفضل مستمر بالاداء الهائل ده، فبرافو مصطفى شوبير. المرحله الثانيه لو هنيجي نتكلم فيها، تحديدا مصطفى شوبير تصدى ل9 تصديات من الهجمات اللي عليه، وال9 تسديدات من التسديدات اللي عليه، منهم 4 داخل البوكس. ده مستوى كويس جدا ان ينجح ان يقدر بفرقته ان خلال ال3 ماتشات اللي فاتت يطلع بكلين شيت وما يتاثرش باي هدف. ده طبعا هيعمل ايه؟ هيعلي من الريتم بتاع الفرقه بتاعته، وهو سبب رئيسي جدا في وصول النادي الاهلي، ان حط رجله يعني يعتبر في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا خلاص. لو جينا بقى بصينا على المرحله الثانيه، تقييم مصطفى شوبير داخل اللقاء هو 9.1 من 10. اي رقم يعني اي 9 دي بتظهر معناه ان الراجل ده كان بروفيشنال داخل اللقاء وتعامل مع كل الكور بشكل كويس. لو جينا بقى اتنقلنا لمرحله ثانيه، مصطفى شوبير ايه اللقاءات اللي فاتت كلها عمل ايه؟ اول ماتش معانا هو تحديدا لو جينا بقى اتكلمنا عن ماتش شباب بلوزداد، عمل ايه؟ تصدى ل5 تصديات على البوكس، يعني جاله 5 كرات على البوكس على تحديدا على المرمى، وتصدى ل5 تصديات. لو جينا اتنقلنا للماتش اللي بعده كان ماتش ميدياما الغاني، عمل ايه؟ تصدى برده ل5 تصديات داخل البوكس. يعني كلمني عن مصطفى شوبير، اكلمك عن حارس مستقبل لمنتخب مصر ان شاء الله، وهو اللي هيخلف تحديدا محمد الشناوي في مرمى منتخب مصر. اتمنى كابتن حسام حسن يوقفوا الماتشات الدوليه اللي جايه ان شاء الله. طبعا عشان نبقى عارفين النادي الاهلي عنده زحمه جدا في المواجهات الفتره القادمه ان شاء الله، مواجهات كتير جدا للنادي الاهلي، ومواجهات فيها زخم كبير جدا. نتمنى تاجيل بعض اللقاءات المتاح تاجيلها يتم تاجيلها، لان انت عندك لعيبه دوليين خلاص خلصوا بمعنى اصح اجهادوا جامد، ولعيبه طبعا عندها ماتشات بسيطه جدا بتتراوح من يعني 3 ايام ويلعب 4 ايام ويلعب، فكم كبير جدا ومنافسات كتيره لعيبه النادي الاهلي، بمعنى اصح لعيبه النادي الاهلي خلصت. لو جينا بصينا بقى على المواجهات بتاعه شهر تقريبا ابريل، اولهم مواجهه سيمبا التنزاني يوم الجمعه القادمه ان شاء الله يوم 5. طب النادي الاهلي عنده مين تاني بعد اللقاء ده؟ عنده تحديدا النادي الاهلي عنده انبي يوم 8 ابريل، وعنده تحديدا زد يوم 11 ابريل، كل الكلام ده في الدوري، وعنده تحديدا الزمالك لقاء القمه يوم 15 ابريل. طب بالنسبه بقى لو النادي الاهلي فاز على نادي سيمبا التنزاني يوم 5، ايه اللي هيحصل؟ النادي الاهلي هيبقى عنده لقاء يعتبر قبل نهائي في دوري ابطال افريقيا يوم من ايام 19 او 20. طب يا عم الحاج، ده النادي الاهلي عنده لقاء مع نادي سيراميكا يوم 23 ابريل، قال لك اللقاء ده هيتاجل لو للنادي الاهلي صعد. ليه؟ لان الفرق ما بين المباراتين هيبقى صعب جدا، يعتبر اقل من 36 ساعه، فالموضوع صعب جدا للنادي الاهلي، او 48 ساعه هيبقى الموضوع صعب. ليه؟ فطبيعي ان مباراه سيراميكا بتاعت يوم 23 دي هيتم تاجيلها للنادي الاهلي. ده اللي احنا بنتكلم فيه، النادي الاهلي عنده زحمه كتير جدا في الماتشات، فلما يجي تاجل له ماتشات ما يجيش حد يتكلم ويقول لك ده النادي الاهلي بيستظرف، او النادي الاهلي لعب ماتشين بس من الدوري. ما هو لعب ماتشين من الدوري مش عشان قاعد في البيت. طبعا لو اتنقلنا لمرحله ثانيه، الانجازات المتعلقه الجماعيه والانجازات القويه جدا وتحقيق الارقام الخاص بالنادي الاهلي. لو جينا اتكلمنا ليه بنقول انتصار تاريخي؟ لان النادي الاهلي اخر 3 زيارات ليه في تنزانيا، تحديدا نادي سيمبا التنزاني، عمل ايه معاه؟ اتعادل في لقاءين وخسر في لقاء. ده معناه ان يعني حاجه هزيله جدا، فمعنى ان الانتصار الرابع ده، او بمعنى اصح الزياره الرابعه يكون فيها انتصار، ده نجاح وتطور للنادي الاهلي، وان يكسب تحديدا اول مره في استاد دار السلام تحديدا في تنزانيا. وكمان ايه؟ اول مره النادي الاهلي يفوز في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا خارج دياره، وكمان على مين؟ على سيمبا، اول مره يغلب سيمبا في تحديدا في اللقاءات الاقصائيه. لو جينا يعني تعمقنا اكتر هنجد النادي الاهلي زار تحديدا تنزانيا في 9 لقاءات مع الفرق التنزانيه. عمل ايه؟ انتصر في 3 وكمان خسر في 3
3 وتعادل في 3. هي نسبه وسطيه ولكن انتصار تاريخي داخل دار السلام مع سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. لو جينا بقى اطلعنا اخر مره النادي الاهلي فاز فيها في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا كان امتى؟ كان 2017 امام الترجي التونسي في رادس بنتيجه 2-1. طب النادي الاهلي تحديدا خلال الست سنين اللي فاتت دي من 2017 تحديدا 2013 عمل ايه؟ الست سنين دول النادي الاهلي تحديدا عمل ايه؟ تعادل في 5 لقاءات وخسر لقاء. عشان كده بنقول لكم ان فوز النادي الاهلي على سيمبا في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا هو انجاز ما اتحققش بقاله فتره من 2017. عشان كده كولر برافو عليه انه قدر يطور من مستوى النادي الاهلي. طب لو جينا بقى تحدثنا تحديدا اخر انتصار للنادي الاهلي خارج الديار اصلا كان امتى وكان فين؟ كان تحديدا برضو في رادس، فاز على الترجي التونسي بنتيجه 3-0 في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في النسخه السابقه. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجيل كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.